الصناعة التقليدية. نحن المشكل منين يكمن عندنا؟ نحن بالنسبة للغرفة ديال الصناعة التقليدية اللي الناس المنتخبين ديالنا ما أن رأي فيهم إلا خيرا، موفرين المقرات ويساعدونا بكل ما هي مثلا قدو نسولوا عنها ويدافعوا عنها حتى المنتوج ديالنا من يتقدم لشي مسابقة منظمتها الوزارة. وهذا بشهادة حتى الناس اللي هذا شخص من الناس اللي شاركت من الناس اللي شاركت من الناس اللي شاركت وتشهد على انه خلق الدفاع من طرف الغرفه. غير احنا الاشكال بيت القصيد اللي يتكلم انت عنه الاشكال اللي رايين احنا وهو يكمن في الوزاره الوصيه، في الاداره الوصيه اللي عندنا هون. علاش ما كاين اي معامله مع اي جمعيه، وكاين عده جمعيات تشفي من المساله اللي هي. وربما كاين عندكم تصريح في الموقع ديالكم ديال السيد المدير ديال الجهه ديال الصناعه التقليديه يقول فيه على انه كان وقع واحد المشكل ما بينه وبين رئيس جمعيه العلوم الصناعه التقليديه، وعلنا جينا موقع في احداث الصحراء. كنتكلم عن الاخ فهمتني استسمح في واحد الموقع يقول فيه على انه جيت انا كنائب الرئيس والمستشار ديال المكتب ديال الجمعيه والامين ديال المال، وعلنا جيناه باش نعتذروا له عن الخطا الشكايه اللي رفع الرئيس ضده بما وفر لنا المقر فين نديروا نشاط التواصل ديالنا. هذا انا نكذبه مباشره وعندي حجج وبراهين. علاش احنا ما جينا نتهادروا، احنا ما قدمنا على الخطوه اللي فقدنا فيه الامل. جيناه نسولوه شنو المشكل هو قبل، ومنين رجعنا له رفض. هذا المشكل لقيناه ما هو اللي عندنا احنا، لقينا حتى في جمعيات سبقونا. السيد ربما بين قوسين كيسرق الافكار. النشاط اللي كنا نقوموا به عنده رفض هو عنه يقام عنده، وتقدم هو بنفس النشاط ودار نفس النشاط في نفس لحظات اللي طلبنا نحن، دار نفس النشاط على اساس اصحاب البصاصير ضعاف البصر. نحن هذا ما اثر فينا وما هرسنا، مشينا ودرنا نشاطنا مقر غرفه الصناعه التقليديه، عطاونا المقر وحضروا معنا. فعلا ما حضر الرئيس وكذا، ولكن حضروا معنا الناس من المكتب ديال الغرفه الله يجازيهم بخير. زياده على ذلك انا عندي هون تصريحات، هذا شيء موثق. ما هو هذا هنا في التصريح ديالو مع واحد الحوار جراه معاه الاخ بونوار هون يسرد له فيه على انه على فات تقدم له رئيس الجمعيه جاه باش يستفسروا عن كيفيه الانخراط في اللوائح الانتخابيه، وقال له على انه لابد له توفر به بعض الشروط اللي هي السجل التجاري والمقر اللي يشتغل فيه وعقد الكراء والعضويه في تعاونيه معترف بها وكذا. هذا قال هو ما ينص عليه الفصل الرابع الماده 28، وقال عنها ان هي الشروط ما كتوفر في السيد رئيس الجمعيه. اذا هذا الحوار نجرى كيف تعلموا بتاريخ 26 ديسمبر 2014. علاش هذا السيد المدير الجهوي يفيزي ويكاشني السميه ديالو احمد داهي يوم 25 ديسمبر 2014 بنهار سابق هذا التصريح؟ علاش يفيزي له هذه الشهاده؟ هاي شهاده ديال خاصه بالتقييد في اللوائح الانتخابيه للرئيس، وهو هون في ذا التصريح يوم 26 كيرفض على انه يتوفر على هذه الوثائق. شنو هي الوثائق؟ على انه ما يتوفر على عقد كراء، عقد كراء مغليظ طهلو هو باش نسنات هذه الوثيقه، ها ريجستر كوميرس هو باش نسنات هذه الوثيقه، ها عقد كراء محل تجاري هي باش نسنات الوثيقه، ها شهاده المهاره ديالو هي هذه باش نسنات الوثيقه. يعني هون نحن كصناع تقليديين ذا اللي متضررين منه شنو؟ الشخص المطروح للقطاع لا يمثل القطاع صراحة، ودون المستوى. علاش؟ نحن رانا بصدد وبكل صراحة عندنا نجمعوا الصناع التقليديين المتضررين واللي يوقفوا قدام المديرية الجهوية للصناعة التقليدية واللي نرفعوا شعار ارحل. المدة الصلاحية ديالو ما كتعدى 4 سنوات، واكثر مده قد قضاها مدير جهوي للصناعه التقليديه هم في العيون هو. يعني نحن كوزاره الله يجازيك سيد النائب هذه المساله رانا نبغوك تطرحها
الى درجه على ان نحسوا عن حنا الواقفين في مجلس النواب نطرحوا ذا المشكل. تطرح لنا ذا المشكل للوزير عن هذا السيد بغيناه يرحل عنا، لا فائده فيه، ما عندنا فيه اي فائده، ما عندنا فيه اي. تعال شخصيا انت وتسدل في المجمع وشوف ذا العايشين في الصناع التقليديين، شوفوا بعينك، احنا قاعدين تصنت لنا مستعدين نعطوك فيديوهات تستدل بهم. هذا السيد لا يصلح للقطاع بتاتا. يعني يكفي هاو الوثائق اللي نعتلت ربما تكذب الاقاويل ديالو وكلها في تاريخ وفيها توقيعاته الشخصيه. نحن جيناه نستفسروه، ما جيناه نعتذروا. علاش غادي نعتذروا نحن؟ الاداره ما هي ديال بوه وما هي ديال بويانا. الاداره ديال الدوله خاصها تخضع نحن كمواطنين، ما خدعتنا لهي نمرقوا لها باي وجه كان يخولوا لنا القانون، نحتجوا نتظاهروا، اللي بغا نديروه. هذا السيد الله يجازيك بخير، الله يحسن عليك، اطرح لنا ذي المشكل ديالنا، الله يجازيك بخير، عنا رانا باغيين يرحل عبد. ما بغيناه حنايا يتعامل معنا، نو لانه واخا يتعامل معنا غادي يبقى دائما فمشي دفي. الله يجازيكم بخير، باش نقدروا نتقدموا بهذا القطاع ونمشوا به لقدام. هذا ما جاء على حد السؤال ديالك، قلت فين مشى دور الجمعيات قبيل. راه دور الجمعيات ما دامت الاداره الوصيه على القطاع ما يتعامل مع الجمعيات، راه الجمعيه ما يمكن لها تزيد بشيء ولا يمكن لها تقدم بشيء، وراه يتم دائما هذا الشيء طابع بهذه القضيه. هذه مساله. زيد على ذلك على انه هون في هذا التصريح هذه الجريده كيقول على ان الاشخاص اللي شاركوا في المسابقه ديال امهر صانع لا علاقه لهم بالجمعيه. نحن ما كان ما لنا لين نعيطوا لهم يجوكم، غير ارجعوا لدعك العيون. التاريخ اللي مشاو فيه الاخوان واقفين قدام المطار يصرحوا هما شخصيا واقفين، ما قابض لهم حد دبوس ولا قابض لهم حد فردي. نحن ماشيين عن جمعيه العيون للصناعه التقليديه، مشاركين في جائزه امهر صانع بحكم الفوز ديالنا. هذا تصريحهم هما. اوقف ضد الحفل التكريمي اللي كنا ليه نديروا لهم. نحن اللي نديروا لهم حفل تكريمي غير ما في يدينا لهم شيء، يا غير داك الشيء اللي يلحق جهدنا يكفي كاع. لا عن نحن كجمعيه تفقدنا هاو الاشخاص اللي ربحوا مبادره جات منا ولو ما نعطوهم شيء. صح، يعني هون لو جيست هو اللي كيعمل. درنا سميتو اتصل بهم، حصرهم، ما خلاهم يجوا للقاء، ولكن نحن اللقاء ما خسر علينا. علاش؟ لان حنا واخا ما يجونا ذوك الاشخاص اللي ربحوا في الجائزه، حنا ما عندنا غير صانع والله جوج بالليل هنا نكرموه. جميع الصناع يستحقوا التكريم، وكرمنا الصناع التقليديين ودرنا الحفل التكريم ديالنا. هذا ما يأثر فينا، غير باش يبقى عندنا ذا النوع من المسؤولين صراحه اللي دون المستوى. هذا مو زين وحنا ما لنا قابلين. والله يجازيك بخير، حس لي وطرح لنا ذا المشكل.